أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، سنأخذ سلسلة من السيرة النبوية إن شاء الله على دفعات متقطعة عبر برنامجنا هذا الذي خصصناه لدراسة هذا العلم الشريف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي الكرام، الموفق من وفقه الله عز وجل، وأعظم موفق في الدنيا هو من وفق إلى الخير كله، ولا خير أبدا يساوي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد يا أيها الأفاضل، إن دراسة الهدي النبوي له أهمية لكل مسلم، فهو يحقق عدة أهداف، من أهمها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال معرفة ديال الشخصية النبي صلى الله عليه وسلم والأعمال ديالو والأقوال ديالو والتقريرات ديالو، كيكسب المسلم أو المؤمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتنمى القدرات الإيمانية والقدرات التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. هذه الدراسة اللي إن شاء الله قررنا أن نأخذ منها مناهج بفضل الله عز وجل. الهدف منا أن نتعرف على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، ثم حياة الصحابة الأفاضل الكرام، ثم حياة التابعين وتابع التابعين بإذن الله، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لأن السيرة النبوية أحبة الكرام كتوضح للمسلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدقائقها والتفاصيل ديالها، منذ ولادته صلى الله عليه وسلم وحتى موته، مرورا بالطفولة ديالو والشباب ديالو والدعوة ديالو والجهاد ديالو والصبر ديالو والانتصارات العظيمة على أعدائه. وكتظهر لنا الدراسة النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح أنه كان زوجا وأبا وقائدا ومحاربا وحاكما وسياسيا ومربيا وداعيا وزاهدا وقاضيا بالحق بين الناس. وعلى هذا فكل مسلم يجد بغيته فيها. أي إنسان قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ديالو الكرام كيلقى داكشي اللي يبغى فيها. فالداعية إلى الله يجد له في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أساليب الدعوة ومراحلها المسترسلة، وكيتعرف على الوسائل المناسبة لكل مرحلة من مراحلها، فيستفيد منها في اتصاله بالناس ودعوتهم للإسلام، ويستشعر الجهد العظيم الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إعلاء كلمة الله وكلمة التصرف، وكيفية التصرف أمام العواتق والعقبات والصعوبات، وشنا هو الموقف الصحيح أمام الشدائد والفتن.
أما المربي كيلقى في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم دروس نبوية عظيمة في التربية والتأثير على الناس بشكل عام، وعلى أصحابه الذين رباهم على يده وكلأهم بعنايته، فأخرج منهم جيلا قرآنيا فريدا، وكون منهم أمة هي خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وأقام بهم دولة نشرت العدل والعدالة في مشارق الأرض ومغاربها. أما القائد المحارب إلى تمكن من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كيلقى فيها وكيتعلم منها نظاما محكما ومنهجا دقيقا في فنون قيادة الجيوش والقبائل والشعوب والأمم، فيجد نماذج في التخطيط واضحة ودقة في التنفيذ بينة وحرصا على تجسيد مبادئ العدل وإقامة قواعد الشورى بين الجند والأمراء والراعي والرعية. أما الرجل السياسي المتمكن من سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم يتعلم منها كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أشد خصومه السياسيين المنحرفين كرئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يحرك المؤامرات وينشر الإشاعات التي تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لإضعافه وتنفير الناس منه، وكيف عامله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر عليه وعلى حقده حتى ظهرت حقيقته للناس فنبذوه جميعا حتى أقرب الناس له وكرهوه، وهو ابنه عبد الله بن أبي. وفيه نزل القرآن وفضح أمام الملأ والعالم ولا زال يفضح إلى قيام الساعة. وهذا الناس كاملين اللي نفروه وكرهوه التفوا حول شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العلماء كيلقوا في السيرة ديال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعينهم على فهم كتاب الله تعالى، لأنها هي المفسرة للقرآن الكريم في الجانب العلمي، ففيها أسباب النزول وتفسير لكثير من الآيات فتعينهم على فهمها والاستنباط منها ومعايشة أحداثها، فيستخرجون أحكامها الشرعية والأصول السياسية الشرعية، ويحصلون منها على المعارف الصحيحة في علوم الإسلام المختلفة، وبها يدركون الناسخ والمنسوخ وغيرها من العلوم، وبذلك يتذوقون روح الإسلام ومقاصده السامية. أما الزهاد والعباد فيجدون فيها حقيقة العبادة ومقصدها، ويستقي منها التجار مقاصد التجارة وأنظمتها وطرقها، ويتعلم منها المبتلون أسمى درجات الصبر والثبات، فتقوى عزائمهم على السير في طريق دعوة الإسلام، وتعظم ثقتهم بالله عز وجل، ويوقنوا أن العاقبة للمتقين. إذن أحبتي الكرام، فالأمم ما تعلمت الأخلاق الرفيعة والأخلاق الحميدة والعقائد السليمة والعبادة الصحيحة وسمو الروح وطهارة القلب وحب الجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة في سبيل الله إلا من فهمهم العميق وإدراكهم الصحيح لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال علي بن الحسين: كنا نعلم مغازي
النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. إذن أحبتي الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المقصد لوجه الله عز وجل، وأن ينفعنا به، وأن يعلمنا ما جهلنا، ويمكننا من سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حتى تكون هذه السيرة خلقا لنا ومنهجا في حياتنا، منها نتعلم كل شيء ونستفيد إن شاء الله، نحن وإياكم وجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.